شاهدنا قبل ضربة البداية حضور جماهير بالوزداد اللي كانت حاضرة في كورة، والهدف الأول فريد شاه دفاع شباب بالوزداد. هذه الإعادة للكرة الماضية كانت عرضية سعداوي والضربة الراسية تعلق الحارس سعود هنا من منذر تميم الجزائري. منذر تميم بضربة راسية والامتياز كان صالح محسن. محمود حمادة طويلة كرة لتخموم فريد شال. مرة أخرى الامتياز لفريد شال في تصديين في كرتين. الامتياز لحارس بالوزداد فريد شال، أخذ الأسبقية منذر تميم بالوزداد. فريد شال من الأطراف صالح محسن كرة لمنذر تميم، ومرة أخرى المطالبة بضربة جزاء. الحكم مندلا سيوجه الإنذار لمنذر تميم. الإيهام بوجود عرقلة مرة أخرى يكلف الجزائر الثاني في تشكيلة النادي المصري الإنذار. لحظات بعد بطاقة لعبد الرحيم دخموم لنفس السبب. جون جاك اندالا ينظر الآن منذر تميم. هذه الإعادة لعرضية صالح محسن ليس موجود. عديد القراءات اللقطة يرجع للفار. قلت فا وعلاه يرجع للفار. طبعا الاعتماد على تقنية الفار حاضرة انطلاقا من مباراة ربع النهائي في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكاف بعد أن غاب الاعتماد على الفار في مرحلة المجموعات. عبد الرحمن شاهد اللقطة اندلع وسيعلن قراره الآن. ركلة جزاء وسيلغى الانذار لمنذر تميم. الانذار سيكون صالح محسن يتقدم والهدف الأول على يسار فريد شعال. يونس واسع. الخطورة والضغط في هجوم النادي المصري تأتي من الثنائي الجزائري منذر تميم. النادي المصري ولا ركنية بالوزداد بعد 67 دقيقة. خطيرة كرة دخموم يتدخل شعال، ما زالت ترجع كرة من بن حسيني والخطاب في دفاع كريم العراقي مع دخموم تبع فيه يوسف العوية في التوسيع والعارضة كرة صلاح محسن قريبا النادي. عارضة كرة الثاني ذاك يزيد الضغط النادي المصري مخلوف. ترجع من الأسبقية مريحة قبل التحول للجزائر بعد أسبوع من الآن. هذه كرة من مستوى العش يزيد الضغط فريق النادي المصري في هذه الدقائق. ونشاهد الإعادة لكرة الثاني بعرضية دخموم ورصيد. يرجع حمادة يحط كرة الكريم العراقي. حسين بن عيادة طويلة كرة ويخرج عصام ثروت والخطأ لحارس شباب بالوزداد خاصة نتائجه خارج ميدانه خارج الجزائر. هذه كرة خطيرة بالحسيني وهذا التعادل. لا هذا مش ممكن بالحسيني، مش ممكن. الكرة الأخضر تضرب على الأرقام بكثير من الحظ النادي المصري يتفادى قبول هدف التعادل. حتى بالحسيني تضرب على القائم الأيمن ثم في رجل عصام ثروت بالوزداد في هذه المباراة. قلت قادر السيربي أنزيان يتعدى بن عيادة توسيع بن عيادة كورة بالحفيظ من بن عيادة
في القائمة الثاني. بن عادة كرة من باكور وهو سدد خارج إطار المرمى. كرة التعادل الثانية على التوالي تضيع على بلوزداد. بالحسيني بن عادة لجابر قسيس ترجع موغيشة عبد الرؤوف بن غيث بوسوار وهدف التعادل. هدف التعادل. قلت هذه إمكانياته CRB، هذه إمكانياته. كان حاضر أكثر من لازم راموفيتش. وعندما عدل الأوتار وجازف بلعب الهجوم، بلوزداد يجد الطريق لمرمى عصام ثروت ويدرك التعادل. في هذه الكرة بن عيادة بعرضية جابر قسيس عبد الرؤوف بوسوار. لطفي بوسوار 90 دقيقة آخر لحظات الوقت الأصلي للمباراة. لطفي بوسوار يدرك التعادل لشباب بلوزداد. بوسوار باليسار يغالط عصام ثروت. 1-1 بين النادي المصري وشباب بلوزداد. قلت عنده كل الامكانيات الهجوميه، سجل في كل المباريات. لا انت ممكن اللي غيرت، كنت حذر جدا.